ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نخلي الليفت مع بعض بطريقتي، بطريقه حلوه قوي. هيفضل مقرمش معاكي من اول واحده لاخر واحده، وكمان ملح هيبقى مظبوط معاكي. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدا ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجه كده، لما تيجي تشتري الليفت اشتري الليفت الوسط، بلاش الكبير قوي ده. والتك عليها، ما تجيبش الطريه، هات الناشفه. الناشفه بتبقى حلوه، انما الطريه بيبقى قلبها شيخ من جوه، يعني بتبقى طريه من جوه كده وعامله زي الاسفنجه، بتبقاش حلوه. مسكت بقى اللفت، غسلته زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو، ونضفته. وبنضف الحته البيضاء اللي فوق دي كده، بقشرها بالسكينه زي ما انتوا شايفين كده. وزي ما قلت لكم، لما تيجي تجيبي هات اللفت الوسط او الصغير، ما تجيبيش الكبير قوي. بعد كده بقى بقطعها بالطول بالطريقه دي كده. ما تقطعهاش بالعرض، قطعها بالطول بالشكل ده كده. التقطيعه دي بتخلي اللفت ما يشربش معاكي ميه، وبيفضل مقرمش. قطعتها طرنشات الاول بالطول بالشكل ده كده اهو. وبقطعها حجم وسط، مش حجم تخين ولا حجم رقيق. الرقيقه هتطرى معاكي بسرعه في الميه. ولما تيجي برضو تقطعيها برضو اهي الطرنش، برضو وانت بتقطعيه قطعيه برضو بالطول زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو. تقطيعه حجم وسط بالشكل ده كده، لا هو رفيع ولا هو تخين، الحجم ده بيبقى مظبوط. بعد ما قطعته بقى وخلصته زي ما انتوا شايفين كده اهو، شايفين حجمه مظبوط ازاي؟ زي ما قلت لكم، اهم شيء لا تخليها رفيعه قوي، لانها هتتهري منك وهتطرى، ولا تخليها تخين هتشرب منك ميه بزياده. بعد كده بقى احطه في مصفى زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهو. وهقعد المصفى على الطبق. انا بحب اعمل فيه اللي هي العروق الخضراء اللي انتم شايفينها دي، لان احنا بنحبها. لو مش عايزه تحطيها ما تعملهاش براحتك. هرش عليه بقى معلقتين اتنين من الملح، معلقتين اتنين فقط. الكميه اللي معايا دي 2 كيلو من اللفت. هرش عليهم معلقتين ملح كبار زي ما انتوا شايفين كده اهو. ما تزوديش اكتر من كده عشان ما يجيش معاكي حادق قوي. وهقلبه بقى كله عشان كله يشرب من الملح زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو. وهسيبه بقى لمدة ساعة، ما تطوليش عليه، لان كل ما يقعد في الملح هتلاقيه دبل قوي كده وطري منك. فانت ما تسيبوش اكتر من ساعة في الملح، هي ساعة واحدة بس يا دوبك ايه، بينزل ميته بس. هعمل بقى المية بتاعته. معايا هنا بنجرية صغيرة زي ما انتوا شايفين كده اهو، قطعتها وحطيتها في الخلاط. واضيف عليها معلقه من الملح، وحوالي كده نص معلقه او معلقه الا ربع من السكر بس. وهاخد الميه بقى اللي نزلت من اللفت اهي، بعد ما سبته ساعه زي ما قلت لكم. هاخد الميه اللي نزلت منه هحطها في الخلاط، وهكمل عليها. الميه دي انا قبل ما ابدا خالص انا غليتها وسبتها لحد ما بردت خالص. بحط الميه على البوتاجاز تغلي كويس، واطفي عليها واسيبها لحد ما تبرد تماما. اي مخللات عايزه تخلليها، عقموا الميه بتاعتها الاول زي ما قلت لك كده. لما تعقموا الميه بتاعتها مش هيعمل معاكي ريم على وشه خالص، مش هيعمل ريم ابيض كده وعفن على وشه. ضفت بقى بقيه الميه، وهحط معلقتين اتنين من الخل او 3. ما تزوديش اكتر من كده، معلقتين او 3 بكتير. ما تزوديش خل برضو، لان كتر الخل بيهريه، بيخليه يطرى معاكي او يتهري. وهضرب بقى كل ده في الخلاط. معلقه السكر بتخلي اللفت يحافظ على القرمشه بتاعته. ضربته بقى ونعمته في الخلاط قوي، بس بعد ما ضربته صفيته، عشان انا عايزه الميه تبقى ايه، تبقى رايقه كده وحلوه. يعني مش بيبقى برضو فيها بواقي برضو كده من البنجر خشنه ايه، مش حلوه. فانا بحب اصفي الميه بعد ما بضربه. عبيته بقى في البرطمان، وهحط له معلقتين هريسه شطه. ودي اختيار، عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه براحتك. بس هي بصراحه بتديله طعم حلو. ما عندكش هريسه شطه، تقدري فصين 2 توم بس، وقرنين شطه بارد او حامي، اللي يعجبك. وفرميهم وحطهم عليه بالشكل ده كده اهو. وهقفل عليه 3 ايام بالظبط، وتقدري تفتحي عليه بيكون استوى، وتقدري تاكلي منه بألف هنا وشفا. وبس كده. ولو وصلت معايا لحد هنا متنسيش تعملي لي متابعه لو انت لسه مش متابعاني، وتعليقي ولايك حلو منكم كده يرفع لي الفيديو.